رؤية اليوم رؤية غريبة جدا جدا وأفزعت الرائية، وهي فعلا رؤية غريبة. ايه معنى اختفاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وايه هي تفاصيل الرؤية دي؟ الأول اللي شافت الرؤية هي أرملة من 3 سنين وعندها ولد وبنت في سن الجامعة. يلا بينا نسمع الرؤية مع بعض. الرؤية بتقول: شفت كأني عند القبة الخضراء عند المسجد النبوي. شفت شكل القبة الخضراء جميل جدا جدا وواضحة وشكلها حلو. وبعدين سمعت بعض الناس بتتحدث وتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقاش موجود في القبر واتسرق. فضلت اقول لهم ما تقولوش كده، ما تقولوش كده، علشان الناس ما ترجعش عن دينها. وبعدين قلت انا هشوف بنفسي، وفعلا نزلت عند القبر ولقيت الباب مفتوح. ببص ما لقيتش الرسول صلى الله عليه وسلم موجود جوه، وما لقيتش غير قماشة بيضة جميلة جدا جدا، كأن الخامة بتاعتها نظيفة وعالية. وفي نفس الوقت القماشة البيضة الجميلة دي كان من ناحية ابيض ومن الناحية التانية أخضر ولونها حلو قوي. لقيت المكان فاضي، الرسول صلى الله عليه وسلم مش موجود فيه. وفضلت أقول محدش يقول كده علشان محدش يرجع عن دينه. وإليكم التفسير. وطبعا والعلم عند الله، الله تعالى أعلى وأعلم. ناس كتير قوي لما بتشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية أو رؤية مثلا زي دي بتعتقد إنها رؤية عامة في حدث جلل يخص المسلمين بيحصل أو كده. لكن رؤى النبي صلى الله عليه وسلم بتختلف جدا في المنامات. يعني في فرق إنك تشوف نور، أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شفت نور، أو شفته بس بيشاور لي على حاجة، أو شفته إنه بيدلني على طريق معين، أو إن الرأي يقول، يعني أنا بركز جدا جدا في رؤى الأنبياء إنه يقول شفت النبي أو شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون شافه فعلا ويوصف لي الوصف بتاعه كامل، أو إنه يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن في هيئة غير الهيئة الحقيقية المعروفة لي. يعني مثلا يرى إنه هو تخين، أو يرى إنه هو بيدخن سجاير، أو يرى إنه هو مش عارف يصلي صلى الله عليه وسلم أو كده. هل دي رؤى ما بناخدش بيها؟ لا طبعا، بيكون لها معنى، وكل رؤية لها معنى على حدة. انك تشوفه نور، او تشوفه على شكله الحقيقي، او انك تشوف وتقول النبي، شفت النبي، شفت الرسول، شفته في حالة كويسة او حالة لا. كل ده ممكن ما يكونش عايد على حال المسلمين، بيكون عايد عليك انت. زي بالظبط الرؤية دي، الرائية رأت القبة الخضراء. القبة في الرؤية بتدل على السيدات، يعني على الست، إما الرائية أو ممكن تكون زوجة الرائي، أو على دلالة المنام. وصلاح حال القبة هو صلاح حال هذه السيدة. ممكن تتشاف الرؤية إن القبة دي فيها شرخ، أو فيها ميلان، أو قربت تقع، أو كبيرة، أو بتتبني، حاجات كتيرة جدا جدا على القبة، ولكنها بتدل على حال سيدة بالرؤية. فالقبة اللي شايفاها خضرة وجميلة جدا دي تدل على صلاح حالها مع الله سبحانه وتعالى. وأحيانا القبة تدل على الحال الدنيوي مش بس الحال الديني. تمام؟ فهنا هي كانت الدلالة دي. وأما وجود الرسول في المنام في مكانه أو لا، هنا افتقادها لزوجها المفاجئ. عارفين الخضة اللي هو الرسول مش موجود، الرسول اتسرق، أو مش موجود في مكانه أو كده، ده معناها انها فجأة فقدت زوجها. ولما قلت لها التفسير قالت لي فعلا هو توفاه الله فجأة. الست دي ثابتة جدا على دينها، بمعنى انها تؤمن بان اذا ذهب الاكال فالرزاق لا يموت. علشان كده هي في الرؤية لما سمعت الخبر فضلت تقول ما تقولوش ما تقولوش عشان الناس ما ترجعش عندنا. هي مؤمنة جدا ان مهما كانت الشيلة تقيلة عليها والحمل بتاع الابناء اللي اتساب لها فجأة والاعباء المادية الا انها تتمسك ان وهي بتتكلم سبحان الله كل كلامها توكل على الله وحسن ظن بالله كبير جدا جدا. معهاش فلوس، في ضائقة مادية، ولكنها عارفة ان ربنا هيسرها، وعارفة انه كذا وعارفة انه كذا. وهنا فعلا ثبتها في الرؤية. وزي ما انتم عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم حث على كفالة اليتيم، وقال أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني قرب. علشان كده هي شافت الدلالة العظيمة دي في رؤيتها، وفيها بشارة كبيرة جدا ليها هقول لكم عليها. إنها تشوف السترة أو القماشة دي. أنا شفتها سترة في الرؤية لبنتها. بنتها كانت مخطوبة وكانت في الجامعة. هنا إن ربنا هيسر لها حال البنت وزواجها، وإن شاء الله تتزوج زوج صالح. عرفت منين؟ من ظهر القماشة. الظهر هنا هو السند، يعود على الأم لأن هي اللي سنداها وهي اللي هتقف معاها في زواجها لحد ما إن شاء الله تتزوج على خير. وقد إيه بيبان تربية الأم للبنت في الرؤية من خامة القماشة دي. القماشة جاية بتقول نقية وجميلة جدا، فواضح
تربية البنت قد ايه جميلة جدا وقد ايه انها صالحة. فالرؤية بتقول لها بالرغم من انك فقدت الزوج فجأة، بالرغم من الهم اللي جالك فجأة، إلا إنك ثابتة دينيا جدا، قوية الإيمان، حملة هم زواج بنتك. علشان كده جاتلك الرؤية بتقولك برغم انقطاع الأسباب، برغم إن مفيش فلوس من هنا أو من هنا، أو إني شايلة الهم ده جدا جدا، إلا إن ربنا هييسر لك وبنت هتتجوز وربنا هيرزقها بإذن الله بزوج صالح رغم وفاة الأب. الرؤية شأنها كبير قوي، أو جاية في حادث جلل قوي، لأن فعلا الهزة اللي هي اتهزتها في حياتها بفقد زوجها كانت كبيرة قوي. وقفتها مع أولادها وتربيتها للأيتام أجرها كبير قوي قوي عند ربنا، وأكيد احنا عارفين ده. عشان كده تشوف رؤية بالشأن العظيم ده، بالرغم من إن هو زوجها طبعا الرمز اللي في الرؤية مش موجود، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى هيسر لها أمر زواجها، وإن تربيتها صالحة، وكل اللي أنا قلته في الرؤية دي. واللي عايزة أقوله من تفسير رؤية زي كده، إنه أي حد بيشوف إن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء، مش شرط أبدا تكون الرؤية عامة وحدث جلل بيحصل للمسلمين وكذا وكذا. ممكن جدا تكون حدث كبير جدا يخصني أنا في حياتي، هم كبير جدا محمله، وربنا جاي يبشرني في الرؤية دي يراها والله أعلم الصالحين، واللي بيكون إيمانهم قوي أو بيجي لهم دلالات مهمة جدا برؤية الأنبياء وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نقفل الفيديو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.